بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أنا بشكر كل الناس اللي اتصلت تطمن عليا، وكل الناس اللي بعتت رسائل على الواتس برضو. أنا الحمد لله كويس، يعني هو كان دور صعب شوية كده، بس الحمد لله، يعني الحمد لله كويس جدا دلوقتي. ربنا يصلح حالنا وحالكم يا رب. ثانيا بننصح أي شخص عايز يشتري أرض، عايز يدخل في مجال الاستثمار الزراعي، يجي الدخلة يتفرج على الدخلة الأول، يتفرج على الأراضي هنا الأول. الأراضي هنا يا جماعة فوق الخيال. أنا مش عايز أتكلم وأكرر كلام أنا قلته لكم قبل كده كم مرة، بس تعالى بص بعينك. انزل الفرافرة، انزل الواحات البحرية، انزل الخارجة، واخد بالك، لف على قد ما تقدر، وتعالى بص بصة واحدة بس على الدخلة. شوف جودة الأراضي هنا عاملة ازاي، شوف المية هنا عاملة ازاي، شوف المعيشة هنا عاملة ازاي. دي نصيحة أنا بنصحها لكم كلكم. التاني نصيحة أنا بنصحها في الفيديو دوت بالنسبة للناس اللي برضو يعني ما زالت متخوفة. حضرتك خايف تدخل في المجال في الاستثمار الزراعي، خايف ان انت تقع في حتة ارض مش كويسة، خايف ان انت تقع في حتة ارض ميتها مش كويسة. بنصحك نصيحة: ادخل على الارض الزرعة، ما تشتري ارض زرع. مش لازم تشتري ارض تكون انت اول واحد تزرعها. خش على ارض زرعة، تشوف الزرع بعينك شغال ازاي، نسبة الخضار فيه شكلها عاملة ازاي، انتاج الارض شكله ايه، وتوكل على الله عز وجل وخش في الارض اشتري. يعني دي حاجة مهمة جدا 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 بالنسبة للناس اللي لحد النهاردة خايفة. في أراضي مزروعة بتبدأ من 40,000 جنيه، وفي ب50,000 جنيه، معاك لحد 300,000 جنيه، على حسب أوراق الأرض، وعلى حسب مكان الأرض، وعلى حسب الأرض بتزرع بقالها كام سنة. فدي نصيحة كويسة جدا للناس اللي ما زالت خايفة. الناس اللي مع العلم يا جماعة إن الأراضي في الدخلة هنا سبحان الله اول زرعه زي ارض زرعه، بتحس انها زرعه بقالها 20 سنه. يعني انا في ناس كتير جولي هنا وبفرجهم على اراضي زرعه اول مره، يقولوا لي ده هي زرعه اول مره، مش مصدقين من جوده الارض، مش مصدقين ان الارض ديت اول زرعه. لان معروف ان اول سنه بتبقى في الاراضي الصحراويه ما بتبقاش يعني بالجوده اللي هي. لا، تعالى واتفرج هنا وشوف الارض اول زرعه عامله ازاي. ربنا يصلح حالنا وحالكم يا رب. ومعلش انا اسف ان انا ما نزلتش فيديوهات من زمان، بس والله غصب عني، يعني الدور كان شديد جدا عليا يعني. ربنا يصلح حالنا وحالكم يا رب. السلام عليكم.